عندي تساؤل ليه يا جماعة في الجروبات بتاعة الواتساب اللي احنا بنعملها لأغراض اجتماعية زي دفعة الكلية، زمايل المدرسة وأصدقاء الأصدقاء القدامى، زي مجموعة ستات مع بعضهم أو ستات العمارة. ليه دايما في الجروبات دي بنلاقي حد داخل علينا بالأحاديث الدينية كل يوم وبالآيات القرآنية كل يوم؟ انا بتقفل يا جماعة من الحاجات دي الصراحة. الجروب ده معمول علشان احنا نطمن على بعضينا، عشان نقول مثلا اخبارنا ازيكم، لو حد مريض طب هنيجي نتقابل امتى، او احنا وحشين بعضينا، او في اجازة جاية مقبلة علينا عايزين ان احنا نشوف بعضينا. او لو مثلا بجوز ابني او بنتي، او لو عندي امتحانات مش عارفة كذا، او طبختوا ايه النهاردة. يعني اغراض اجتماعية، بنسأل على بعضينا في أغراض اجتماعية. أو مثلا لو أنا سني في سن معين، خلي بالكم يا ولاد مثلا من الأكل الفلاني أو الأكل العلاني، أنا بقيت أعمل مثلا الصنف ده علشان عندي كذا. أو مثلا واحدة صاحبتي تقرأ إن في حاجة معينة ممكن تساهم في الأكل الصحي بتاعي، تكتبها لي أو تقولها لي. لكن إيه اللي دخلنا طول الوقت أساسا في الحاجات الدينية؟ الإسلام يا جماعة ما دخلش الأوضة عندي ولا الشقة عندي أول امبارح، ده بقى له 1400 سنة.